أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، يشرفني أن أكون معاكم اليوم. قبل كل شيء ودي أن أعزيكم وأعزي الشعب العراقي الحبيب، حكومة وقيادة وشعب، في استشهاد الله يحفظك. الإخوان وأعزاء لنا اللي توفاهم أو توفوا في المستشفى من كم من يوم. عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم. وفي نفس الوقت نقول لكم مبارك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل، ومبارك عليكم وعلينا وعلي أنا شخصيا استضافة أو فوز البصرة باستضافة خليجي 25. هذا انتصار أنا نسميه انتصار للصمود والرغبة، وانتصار للطموح، وانتصار لشعب حبيب وقوي، انتصار لشعب كرة القدم، انتصار للأسر الرياضية في العراق، انتصار للقيادة العراقية، المسؤولين عن الرياضة في العراق، انتصار لكم كإعلاميين. لأن أنا شاهد على العصر كيف كنتوا تعانون وتسعون دائما خلال السنوات الماضية في أن العراق أو أحد مدن العراق أو البصرة تستضيف بطولة الخليج، والحمد لله تحقق لكم. ولكن المتبقي الآن أن يكون عندكم إن شاء الله في البصرة. طبعا نرحب بيك ونفرش الدرب ورود لكل اشقائنا في دول الخليج وفي مجلس التعاون حبيبي الخليجي، والبصره والعراق كله يرحب بكم. طبعا اليوم احنا سعداء جدا باستضافتك يا استاذ خالد. احنا كنا متفقين على هذا الحوار منذ فتره، يمكن من قبل شهر وشويه، لكن الحمد لله اليوم اجى بالوقت المناسب وبالمكان المناسب باسناد ملف البصره لخليجي 25. الحمد لله رب العالمين. هذا يعني أنا بالنسبة لي المفروض أن أكون معك من زمان أخوي علي، ويشرفني هذا الشيء أكيد. وحقيقة يعني هناك الكثير من القنوات العراقية اللي كان في اتصال وتواصل بينهم أن أكون موجود معاهم. واليوم الحمد لله رب العالمين طلوعي في وقت مناسب، في وقت فرحة الشعب العراقي باستضافة خليجي 25. انت مطلب دام استاذ خالد للجمهور العراقي سواء عبر الفضائيات او حتى في الملاعب، وشفنا من خلال زياره المنتخب القطري في بطوله الصداقه اللي قيمت البصره، الجمهور رفع صورك وطالبك بالمجيء الى البصره لتكون ضيف عزيز ان شاء الله عليها. ابدي وياك استاذ خالد واسالك الحمد لله رب شلون العالمين. تشوف قرار الاتحادات الخليجيه لكره القدم باسناد ملف البطوله الى البصره بشكل رسمي؟ أنا أشوفه انتصار لكرة القدم وانتصار للشعب كما تفضلت في البداية. كان من الأولى أن تحظى البصرة أو حتى بغداد أو أي مدينة من مدن العراق الجاهزة لاستضافة البطولة بهذه الفرصة. لأن لو نرجع بالتاريخ، كرة القدم في الخليج العربي والبنية التحتية الرياضية لم تتطور إلا من خلال استضافتنا لبطولات الكأس الخليج، ومن بعدها بدأت تتطور عندنا أو يتطور عندنا الطموح بأن نستضيف كبرى البطولات إلى ما أن وصلنا اليوم في قطر. شوف هذه المرة يعني اجتماع اليوم كان هناك توجه عام بإسناد الملف إلى البصرة بالإجماع يعني من قبل كل رؤساء الاتحادات الخليجية، خلاف الاجتماعات السابقة اللي كانت مرة تؤجل، مرة تسحب، مرة لعدم الجاهزية، مرة للأوضاع الأمنية. فأنت كإعلامي وكشخصية مؤثرة في دول الخليج، شلون شفت اجتماع اليوم وهذا التوجه بإعطاء القرار النهائي بالإجماع للبصرة؟ شوف أول حاجة معلش خلني أحيي اتحاد بلادي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد. كان لهم موقف رائع وللتاريخ. قال لك احنا ما راح ننافس البصرة في استضافتها لخليج 15 وننسحب من سباق المنافسة. هذه أولى الخطوات اللي شجعت الاتحادات الخليجية، أو مثل ما تقول اللي بينت أن فعلا هناك رغبة خليجية جامحة أن البصرة هي من تستضيف خليجي 25. في بعض الاتحادات، وهذا من حقهم في النهاية، يعني احنا ما نلومهم، ولكن من حقهم خلينا نقول ما عندها الرغبة أنها تتوجه إلى العراق أو تخرج من نطاق الدول الخمس في عملية الاستضافة. لكن خلينا نوجه لهم السؤال: هل أنتم كلفتوا على أعماركم وركبتوا الطيارة ورحتوا إلى البصرة، شفتوا الملاعب، شفتوا الاستعدادات؟ طيب هل كلفتوا على عمركم وسألتم الاتحادات اللي توجهت إلى العراق، سواء كان الاتحاد السعودي، الاتحاد القطري، الاتحاد الأردني، الاتحاد الفلسطيني، أو حتى الأندية الأخرى
اللي جات وحضرت في البصره وشافت البنيه التحتيه عندكم كيف جاهزه ومستعدين لاستضافه الخليجي 25. هل حد وجه نفسه او وجه الاعلام عنده او اللي يعملون نوع من البحث والمتابعه للجماهير العراقيه تحديدا وكيف هي عندها التعطش الكامل لاستضافه خليجي 25؟ هل يعلم الخليج واهل الخليج ان هناك الشعب العراقي شعب محب لكرة القدم، شعب كريم، شعب محب؟ في كلمة قالها أنا أخوي في التقرير، أنا مالي لا مصلحة ولا صالح استضافة البصرة البطولة أم لا تستضيفها، ولكن أنا لي صالح أن أشوف هذا الشعب فرحان. أنا لابد اليوم أن أبحث عن سعادة هذا الشعب كما أنت تبحث يا علي، وكما هو الشعب يبحث عن سعادة نفسه. كفى مآسي، كفى أحزان، لابد أن هذه البلد تنهض. واسمحوا لي أنا لما أجيب طار العراق أتكلم بأشجان وأتكلم بحب وكأني أنا عراقي ويشرفني أن أكون واحد من أهل العراق. لابد أن نحط يدنا في يدكم، ولابد أن نمسك اليد ونقول انهضي يا بلد، انهضي يا تاريخ ويا حضارة ويا عراق ويا كل شيء. اليوم أنا لابد أن أهتف بأعلى صوتي، نعم لتستضيف البصرة، نعم لتستضيف العراق، نعم لنكون في حضن العراق، ونعم للعراق أن تكون في حضننا. لمتى احنا والله نقول والله العراقيين بس تعالوا شاركوا معنا؟ لا سلامتك، أنتم عندكم الإمكانيات، أنتم عندكم أمور كثيرة يا رجل. التاريخ والحضارة لا يخفى على أحد. فأنا اليوم لما أشوف أن عندك الرغبة وأنت عندك البنية التحتية، ليش ما خليك تستضيف؟ وهذا التوجه اللي صار الآن من دول الخليج أن البصرة تستضيف، نعم أنا يدي في يدكم، انفضوا الغبار اللي عليكم واشتغلوا. يا أخي الشعب العراقي الآن لما تقول أنا عندي بطولة الخليج، أنا إحساسي يعني يقول أن الشعب البصرة وشعب العراق كلهم راح يتحدون وراح يتبرعون أنهم هم ينجحون بطولتهم. فشو اللي يمنعنا نكون في البصرة؟ وشو اللي يمنعنا آكل من أكلاتك الجميلة الباتشا ولا المسكوف وأدخل على مجالسكم وتدخلون علينا؟ بس نقطة من أول السطر يعني. استاذ خالد، يعني هو اكو كان تخوف خلال السنوات الماضيه، يعني البعض من الاتحادات الخليجيه تتخوف، وتدري احنا كعراقيين ما بدينا شيء الا نقول لهم اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، تعالوا العراق امن، البصره امنه، بغداد امنه، اربيل امنه، النجف، كربلاء، كل مدن العراق امنه، هلا بكم تعالوا. لكن ما كانت اكو تكون مبادرات. هل تعتقد ان التخوف كان كجانب امني ام هناك اسباب اخرى من وجهه نظرك؟ شوف أخوي علي، أنا مع طبعا أسجل احترامي وتقديري لجميع القيادات السياسية في العراق وبكل طوائفكم وبكل أحزابكم، على عيني وعلى راسي. ولكن التحية الأكبر للحكومة العراقية الحالية، حطها بين قوسين. نعم هناك في محاولات سابقة، نعم هناك في اجتهاد، نعم هناك في تمني، ولكن اسمح لي كان في عمل على أرض الواقع. أنا كنت أتابع التحركات السياسية والمسؤولين الرياضيين خلال الفترة الماضية. لا، هناك في عمل على أرض الواقع، هناك في زيارات، هناك في اتصالات، هناك في اجتماعات، هناك في تشاورات، هناك في مثل اللي تقول اللي لا اسمحوا لي أنا بيستضيف البطولة. أنا ما أنتظر أن أنتم والله تجاملوني، لا، أنا من حقي كجمهورية أو كدولة أن أستضيف هذه البطولة، أنا أشارك فيها، أنا كنت من أحد المستضيفين لها، أنا من المؤسسين لها، فمن حقي أن اليوم أنا أستضيفها. فلما يكون في عمل على أرض الواقع، كان أنا لاحظت المثلث اللي عندكم، الشعب عنده رغبة فظيعة، وكنت أشوفهم حتى لما كانوا يحضرون عندنا في البطولة السابقة، زائد هناك جهة كبيرة من المسؤولين كقيادة سياسية وقيادة رياضية. اسمح لي، أكيد أنت راح يكون لك صوت وصوت واصل وصوت قوي. إذا أنت الآن عليك أنك تواصل أن تحافظ على المكتسبات. أول مكتسب أن احنا الحمد لله رب العالمين فزنا بالاستضافة، خلاص خلصنا، ممتاز. الآن نعمل أن احنا نقول حق الجميع أهلا وسهلا فيكم عندكم، ونحافظ على حق الاستضافة. حطها بين قوسين أخوي علي أن هناك بديل للبصرة في حال لم تستطع أو تتمكن البصرة من الاستضافة، فهناك الكويت في الانتظار. مع كل حبي وتقديري واحترامي للكويت قيادة وحكومة وشعبا، إلا أن أنا أقف اليوم في صف العراق والبصرة في الاستضافة. لا تضيعون هذه الفرصة منكم يا أخي. نبي نجي العراق يا أخي، نبي نشوفكم، نبي نقعد معاكم في نهاركم، في قهاويكم، في ديوانياتكم، في مجالسكم، في بيوتكم، نبي ناكل من أكلكم. أعطونا الفرصة. عين غطا وعين فراش يا ابو جاسم والله. حبيب حبيب. زين،
انت ابو جاسم شنو سمعت من الوفد القطري اللي زار العراق؟ يعني كان على اعلى مستوى، من رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني الى كل المسؤولين في الاتحاد القطري لكره القدم والمنتخب القطري والاعلام القطري، اجوا وزاروا. شنو سمعت منهم تحديدا عن البصره؟ اليوم من خالد جاسم يوجه رساله للاعلام الخليجي وللجماهير الخليجيه والمنتخبات الخليجيه، هذا شيء مؤثر راح يكون لدعم العراق ولدعم البصره. اولا اخوي علي، بلا منا بل بكل فخر وكحق وواجب علي ان كنت وما زلت وساستمر في دعم العراق في كل قضاياكم، في كل قضايا العراق. انا محب للعراق، انا اعتبر اوقات نفسي انا واحد من ابناء العراق. اثنين، كان لي اتصال مع الشيخ حمد بن خليفه بن احمد رئيس الاتحاد الدكتوري لكره القدم اثناء فتره التداول والكلام عن استضافه البطوله وتقدم ملفنا، وكان كلام الشيخ حمد واضح ان هناك توجه حقيقي لدعم ملف استضافه البصره، وكان ابو خليفه متحمس وبشكل يمكن حتى اكثر مني انا ان لابد ان العراقيين يستضيفونها، احنا ندعمهم ان شاء الله واحنا معاهم. وفعلا بعد كم من يوم طلع خبر انه اتحادنا ينسحب لصالح ملف البصره 25. يعني هو هذا اعتقد هو هذا كان الدافع الكبير لان احنا كعراقيين بان قطر كبلد بديل تنسحب من ملف هذا الاستضافه، اللي خلى ايضا المسؤولين عندنا بوزاره الشباب والرياضه الكابتن عدنان درجال اليوم متواجد هو في الدوحه، زار كل البلدان الخليجيه. تعتقد هذه الزياره قبل اجتماع الرؤساء كان لها وقع الصدى على الاجتماع، وبالتالي كان الموضوع حاسم وبالاجماع للتصويت للبصره؟ احنا نرجع ونقول استاذ علي كل الاحترام والتقدير لكل القيادات السابقه، ولكن الان الكابتن عدنان درجال كان على ارض الواقع وانتقل من دوله الى دوله، يعني كان في تحرك جدي هالمره، وفي تحرك واضح انه قلت لك سياسي ورياضي من القيادات عندكم. كان بجانب التحركات هذه السياسيه الرياضيه الشعبيه واعلاميه. الان بتواجد الكابتن عدنان درجال في الدوحه وقبله في دول مجلس التعاون. ايش معناتها؟ معناته هناك ان في وعود من قبل وزاره الرياضه والشباب عندكم او الشباب والرياضه في العراق، او حتى من قبل القياده السياسيه عندكم يا اهل الخليج، باذن الله تعالى احنا نضمن لكم نجاح استضافتنا للخليجي 25، بل نضمن لكم ان شاء الله ان ننجح لكم رهانكم علينا كعراقيين. نعم. ابو جاسم، انت تشوف اليوم حتى الشباب يا ريت اذا طلعوا لنا التغريدات، يعني من اعلى المستويات بعد صدور قرار رؤساء الاتحادات الخليجيه باسناد الملف الى البصره، شفنا تغريدات المسؤولين من اعلى المستويات. تغريده لرئيس الجمهوريه السيد برهم صالح يقول: من رحم المعاناه يولد الاصرار والتحدي، بالامس فجعنا بابنائنا الشهداء في حادث المستشفى الاليم وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والارهاب، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافه البصره العزيزه لبطولة 25 خليجي 25. وأيضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤكد في تغريدة: خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء، أرض الرافدين تسير بثبات نحو الاستقرار والانفتاح على الجميع. هاي شلون تقراها استاذ